اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل ان شاء الله بلوزة بسوستة كده من قدام، شكلها في اللبس شيك قوي، يا رب تعجبكم. القماش اللي معايا ده حوالي 2 متر. قماش ده اسمه سمر ميلتون، لونه اسود، قماشة جميلة جدا جدا جدا. ومعايا سوستة سودا في ذهبي. هناخد المقاسات معانا، هنقصها بطريقة سهلة قوي. أول حاجة هناخد مقاس الرقبة 8 سنتي، وبعد كده الأكتاف عندنا 23 سنتي. المقاس اللي معانا ده يا جماعة 2 إكس لارج أو 3 إكس لارج، وننزل 3 سنتي ونوصل من الكتف. وبعد كده هننزل 25 سنتي، وناخد دوران الصدر 33 سنتي بمسافات الخياطة. كل واحدة تاخد المقاسات اللي تعجبها. ننزل الوسط 47 سنتي، وهناخد مقاس الوسط هدخل حوالي سنتي. بعد كده ننزل 60 سنتي وناخد دوران أكبر حجم معانا. أنا هاخد وسع اللي فاضل من القماش معايا، ونوصلها بالريجة. لو معكيش ريجة تقدري توصليها عادي بمسطرة أو أي حاجة، بس تخليها بدوران شوية، ما تخليهاش خط مستقيم. اعملي منحنيات كده فيها دوران بسيط. هناخد الطول الكلي للبلوزة، هاخده متر معايا، وهناخد مسافات الخياطة. هنطلع من الجناب كده حوالي 3 سنتي. أنا بعملها بالريجة بتبقى سهلة معايا. برضه لو معكيش ريجة هتيجي من الجنب وتاخدي تطلعي 3 سنتي، وهنقص القماش. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ما تنسوش تدعموني يا جماعة. لو أول مرة تزوري قناتي اشتركي فيها وفعلي زر الجرس عشان يصلك كل جديد. لو عجبك الفيديو متنسيش تعملي لايك. أنا طبعا عملت مسافات تانية القماش. هنيجي بقى على الأمام. أنا طبعا عشان هنركب سوستة فهناخد طول السوستة، وهنعلم الفتحة اللي هنفتحها. هنعملها بدباشير لكن مش هنفتحها. ونزلت دورة حوالي 6 سنتي حردة الأمام، وهناخد من الأكتاف سنتي، وهندخل برضو من حردة الإبط حوالي سنتي. هنيجي دلوقتي هنقص الأكمام. بتاخدي وسع الأكمام اللي معاكي. أنا واخده حوالي 28 سنتي، وبتوصلي كده بنزل من فوق 16 سنتي، وبتقسميهم طبعا على 4، تطلعي في الأول سنتي وتنزلي في الآخر سنتي. هناخد الطول الكلي معانا 63 سنتي. الوسع أنا هعمله بأستك، فممكن تاخديه 18 أو 20 سنتي عشان هتعمليه بأستك. وعملت طبعا حساب مسافات الخياطة وهقص. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هناخد فورت كده في النص عشان نبقى عارفين ايه واحنا بنركب. هنيجي دلوقتي هنقص الكولا. هنقيس الأول حردة الأمام وحردة الخلف، نجمعهم الاتنين على بعض هيدوني 24 سنتي. يبقى هنقيس دي الكولا 24 سنتي في ارتفاع 14 سنتي، ونساوي القماش كده ونقص. هنيجي دلوقتي نقص الجيبين. هعملها بجيبين كده شكلهم حلو ان شاء الله. هساوي القماش كده بالتباشيرة. هدخل من فوق كده الخط ده حوالي 8 سنتي، والطول هيبقى معايا 24 سنتي، والعرض 17 سنتي. هندخل هنا كده حوالي 8 سنتي، ونوصلها كده بدوران بسيط قوي.
بس كده هنتني بقى الحروف كده على المكنة كلها وهنشوفه واحنا بنركبه مع بعض. انا هنا كده خيطت الكتاب في بعض وهنشوف واحنا بنركب الكولا وبعد كده هركب السوستة. هعمل حساب السوستة سنتي يمين وسنتي شمال، بس هنركب الكولا الاول. هنيجي كده نص الكولا ونعمل فرط في نص الحردة الخلفية، ونخيط كده. المهم في الاخر الحرف يجي على النص الخط اللي انا عاملاه بالطباشير. ونخيط برضو الناحية التانية، طالما واخدة المقاسات مظبوطة هتطلع معاكي مظبوطة بإذن الله. صلاة على رسول الله. تمام كده. هنركب بقى السوستة، هنركبها على المقفول. العلامة اللي انا عاملاها دي التبشير بس اتمسحت بعيدها من اول وجديد. واخد شوف السوستة هتقف لغاية فين عشان اعمل الخط اللي انا هقف عنده. وانا بعمل الخط ده عشان يبان لكم انا هقف امتى فين، عشان قماش بس لونه اسود. هنخيط من اول الياقة فوق كده ونمشي هنا على الخط اللي في النص اللي احنا عاملينه ونقف عند العلامة اللي احنا عاملينها دي. هنخيط من اول القماش من فوق وش السوستة في وش القماش. مننساش ان هي هتتقلب، فالسنون تبقى ناحية الناحية التانية. وهنيجي لغاية الخط اللي احنا عاملينه وهنقف قبل الحديدة طبعا. هي المفروض هتتقلب كده. هتتقلب كده ونروح قلبينها تاني كده. ونخيط برضو بداية السوستة مع بداية الكولا من فوق لغاية الخط برضو اللي احنا عاملينه وهنقف. هنيجي كده انا هعمل لكم علامة بالطباشير عشان تشوفوا ان انا هقص ازاي في النص بالظبط عشان نفتح القماش. من اول فوق كده مفتوحة معانا، ونيجي في الاخر كده ونعمل قبلها بسنتي ونعمل المثلث بتاعنا ونطلع السوستة. خيطتها كده. هاجي بقى هنا اعدلها كده، اخد حتة بس من طرف السوستة بالمنظر ده واخيط كده.
هنعيد خياطة على السوستة تاني كتثبيت للسوستة، بنثبت السوستة. بنخلي الدواسة ماشية جنب السنونة على طول. هنيجي للآخر قبل الحديدة ونقف عشان ما نكسرش الإبرة، ونعمل الناحية التانية نفس الحكاية. برضو بنتني حرف السوستة من فوق عشان ما تضايقناش في اللبس، وبنمشي الدواسة جنب السنون، ولا بتشد القماش، بتسيبيه براحته عشان السوستة ما تطلعش مكلكعة. وده بقى شكلها معانا، شكلها بقى جميل جدا الصراحة. هنيجي دلوقتي نركب الجيوب. هننزل من تحت الباط 20 سنتي، وهنثبت الجيب بالدبابيس، ونخيطه دايرين داير. اقول لكم بس عشان القماشة لونها اسود فمش باينة قوي. هنتني كده ونخيط دايرين داير الجيب، بس بنثبته الاول بدبابيس عشان ما يلوحش معانا. وكده خيطنا الجيب، وهنعمل الجيب التاني نفس الطريقة. دلوقتي هنركب الأكمام. طبعا الباقي انتوا عارفينه. بعد ما نركب الأكمام هنقفل الجناب بتاعة البلوزة، والكم انا هعمله باستك، برضو طريقته سهلة عشان ما اطولش عليكم الفيديو. انا هوريكم بس بركب الكم ازاي، والباقي طبعا سهل بالنسبة لكم. هتقفلوا الجناب وتتنوا الديل وهتعملوا الكم باستك. وهنشوف البلوزة بعد ما خلصت عملي كام. ما تنسونوش بقى يا حبايبي، لو اول مرة تزوروا قناتي فعلوا زر الجرس واشتركوا فيها. ودي شكل البلوزة بعد ما خلصت، بكولا كده شكلها جميل جدا، والجيبين برضو شكلهم حلو ومريحة جدا في اللبس. القماشة دي جميلة قوي. يا رب الفيديو بتاع النهاردة يكون عجبكم. ما تنسونوش بقى تعملوا لايك للفيديو، وشكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.